بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. كان في سؤال او المشكله بتاعت النهارده تمام. عايزين نتكلم فيها. هي مشكله بسيطه كده. يعني عايز اعرف ايه حدود العلاقه بين الستات وبعضهم. يعني اتنين صحاب جامد. نقصد الصراحة أو إن إحنا نتكلم في مواضيع معينة، أو إيه المواضيع اللي تقدر الستات تتكلم مع بعض بيها أو فيها يعني. هو عشان تقول ايه اللي يقدروا يتكلموا فيه. هو طبعا على اطلاقها هيتكلموا في حاجات كتير. تمام. بس انا بتكلم بقى في الحاجات اللي لا يجب التطرق ليها باي شكل من الاشكال. فلان انا بحس من خلال القراءات المختلفه، بحس ان الستات لما بيقعدوا مع بعض بياخدوا على بعض بسرعه قوي، حتى لو ما يعرفوش بعض على فكره. بس خلينا بقى ما بالك بقى هم يعرفوا بعض، فبياخدوا على بعض فبيتكلموا في تفاصيل يعني ممكن يعني المجتمع ما يقبلهاش. شوف يا أستاذ أحمد، تعمل مشاكل شوف يا بعد أستاذ كده. أحمد، العاطفة عند الست، هي الست بطبيعتها عاطفية. فالعاطفة بتخليها بتتكلم أو بتميل لأنها تتكلم مع الست اللي زيها يعني بحرية. تمام. والحريه دي لابد يكون برضو الست لابد يكون عندها قدر من الحنكه والفطنه، لان في امور معينه ما ينفعش ان هي تتكلم فيها بانسيابيه او بحريه، او زي الامور مثلا امور العلاقه بين الزوجين يعني او الزوجين. ما ينفعش ان هي تتكلم براحتها في حاجه زي كده او يبقى الكلام مفتوح. ان بنلاقي مشاكل كتير جدا جدا بسبب الموضوع ده، وخصوصا على السوشيال ميديا، لان ده عالم مفتوح. ممكن واحده تصاحب صديقه لها، ممكن كمان تكون صديقه يعني هلاميه، غير معلوم. تمام. نتكلم، ودي مشكله، ويمكن يعني هنتكلم فيها طبعا باستفاضه بعد كده. مشاكل كتير جدا جات لي في لبريد روزا في هذا السياق يعني. فده طبعا مشكله كبيره جدا. فلابد ان الست تتحكم فيها قدر المستطاع، وتعرف هي بتتكلم مع مين. يعني لما تتكلم مثلا مع والدتها تتكلم بحريه اكتر في امور معينه خاصه بالخبرات بتاعت الستات، ممكن تاخد فكره من والدتها عنها، غير مثلا ما تقعد مع صديقتها او زميلتها في العمل او whatever. لابد ان يكون عندها برضو تحديد لمين هي قاعده مع مين. العاطفه ما تشدهاش قوي لدرجه ان هي بتتكلم بحريه. الراجل دايما عملي شويه، الراجل عملي لما بيقعد مع صديق، لما بيقعد مع صديق ليه او صاحبه او حتى قريبه، بيبقى عارف ان في قيود معينه على الخصوصيات بتاعته ما ينفعش ان هو يتكلم فيها. وده شيء عظيم جدا وشيء جميل، لان ده بيخلي يعني طبيعه الراجل بطبيعته بيقدر ان هو يفكر ايه اللي اتكلم فيه مع مين وامتى وايه الموضوع. فعنده يعني بيبقى تيك كير من ان هو يتكلم يعني بشكل مفتوح اكتر. يعني الست العاطفه بتاعتها، المشاعر بتاعتها لابد انها تكون يعني فيها تحكم شويه، او فيها ثبات شويه. يعني ده اللي انا شايفه. تمام. بس المشكله بتاعت النهارده اللي احنا بنتكلم فيها هي لها علاقه بالسؤال اللي احنا طرحناه. تمام. ان في واحده كانت في ثلاث بنات مع بعض في الكليه. تمام. فيهم واحده حقوده. تمام. واثنين كانوا انتيم مع بعض كويسين. دي حقيقه. خلاص كل واحده اتجوزت وراحت لحالها. اللي كانت مش كويسه دي اتعرفت على واحد مش كويس، فخدت صوره واحده منهم. تمام. اللي هي زميله صديقتنا بقى صاحبه المشكله. مظبوط. وقالت له حط صورتها واتكلم معاها. هو كده كده هي مش صاحبتها على الفيس ولا حاجه، على اساس ان هي صاحبتها من زمان. تمام. وهنتكلموا مع بعض. وقعدوا يتكلموا معاها. وبعد كده قعدت تفتح معاها. طبعا هي كانت مبسوطه لان هي كان عندها فراغ في الوقت، لان جوزها كان رجل اعمال بيسافر بين المحافظات، بيجي 3 ايام وبقيه الاسبوع بيقعد فاضي. فبناتها في الاعدادي باين او حاجه قالوا لها احنا بننصحك ان انت تفتحي حساب فيس وتقعدي تسلي نفسك وتتكلمي مع اصحاباتك والكلام ده كله. وفعلا تمام. صاحبتنا دي خدت صورتها حطتها على اساس ان صحباتها التانيين اللي هم في مراحل التعليم المختلفه يتعرفوا يعني وكده. بالظبط كده. وخاصه بتوع الجامعه، لان بتوع الجامعه دول بتبقى علاقتهم
اقوى شويه لان فيها نضج، دي حقيقه. غير بتاع الاعدادي او بتاع الثانوي. مرحله المراهقه بقى والكلام ده كله. تمام. فالمهم ان هي ايه، فعلا حصل كده. سمعت كلام بناتها وعملت حساب الفيس، وبعد كده ابتدت تتعرف، وفعلا اتعرفت على صحباتها القدام حقيقيين. تمام، لحد هنا تمام، الدنيا تمام وزي الفل، وسلت وقتها والدنيا مشيت. تمام. المهم جه في يوم جالها طلب صداقه من مين؟ من صاحبتها الهلاميه بقى اللي احنا ما نعرفهاش دي. تمام. اللي هي المفروض هي صاحبتها، هي المفروض هي داخله، الراجل ده داخل عليها ان هي ايه، صاحبتها اللي كانت في الكليه. تمام. بصورتها وكل حاجه، وقعدت تتكلم معاها. صاحبتها دي بقى اللي هي الراجل دي بقى قعد يتكلم معاها ويقول لها ان احنا ان انا انفصلت، انا سافرت اوروبا وبعد كده اتجوزت وخلفت 3 عيال، وبعد كده سبت جوزي لان عرفت ان هو متعدد العلاقات الايه النسائيه. تمام. فاصبح كده هي بان ليها لصاحبه المشكله بتاعتنا ان هي عندها خبره، عندها خبره في الحاجات اللي زي كده، ونصحتها بقى. هي لقيت نفسها بتتعاطف معاها، فقعدت بقى تنصحها. دي حقيقة. لما نصحتها يعني ابتدت بقى تديلها نصايح، فاصبحت هي عامله زي ايه، زي العسكري كده فوق جوزها، كل شويه تساله انت برقابه. هو كان متقبل ده بحكم ان ايه، غير مشروعه، وتمام. تمام. المهم فقعدت بقى تحكي لها بقى، قعدت تدخل بقى في ادق التفاصيل. قالت لها طب احكي لي ايه اللي بيحصل في العلاقه الحميميه ما بينكم، عشان اقدر احدد، احدد هو اتجاهاته ايه معاكي، واعرف الراجل ده ايه ظروفه، وهل هو بيخونك ولا لا. تمام. هي لقيت نفسها خلاص هي صاحبتها والانتيم وخلاص وتمام، وقعدت تتكلم معاها بحريه مطلقه. تمام. في مره قالت لها، هي لقيت نفسها عايزه تشوفها، عايزه تكلمها، يعني افتحي الكاميرا ونتكلم مع بعض. هوب، وهي بتتكلم اتفاجئت مين؟ براجل. جت قفلت الكاميرا وعلى كده. بس طبعا اللي حصل بعد كده بقى ايه، ان الراجل ده تمام اتواصل معاها وقال لها كل الاسرار، انا اعرف جوزك، ما انا كده عارف الاسرار، كده انا عامل سكرين شوت عندي وعامل ملف ليك انت بس. تمام. انا اعرف كل الاسرار، لو انت ما عملتيش معايا اللي انا عايزه، طبعا احنا عارفين كلنا فهمنا طبعا ايه اللي هو عاوزه طبعا. لو ما عملتيش اللي انا عايزه هتكلم مع جوزك وهقول له الاسرار اللي انت قلتيها، اللي انت قلتيها. فهي دلوقتي في ورطه جامده خالص ومش عارفه تعمل ايه. فانت دلوقتي تقدر تقول لنا ايه، او تقول لها ايه، او يعني رايك في اللي حصل ده ايه؟ والله يعني هي المشكله دي لما يعني اتعرضت عليا او اتبعتت ليا من الرساله يعني او كده او القارئه، فطبعا كانت صدمه بالنسبه لي، ان احنا لاي مدى وصلنا لحاله يعني انفتاح او ثقه في السوشيال ميديا، ثقه مفرطه وثقه مبالغ فيها وفي غير محلها، ان واحده يعني تآمن ان اي حد بيبعت لها دلوقتي. انت حضرتك متخيل يا استاذ احمد ان لما حد يبعت لي طلب صداقه بصورته اللي انا اعرفها، واحد كان صديق اعرفه من زمان او كده، وبعد كده تتفاجئ ان ده حد تاني، طبعا دي بقى غير صديقه يعني او يعني دي واحده ست، يعني فالموضوع حساس اكتر. فاللي بعتت لها على اساس ان الصوره اللي هي شايفاها صورتها دي صاحبتها وحبيبتها اللي كانت تعرفها من زمان، اللي كانوا اصدقاء، اللي كانت بتربطهم علاقه صداقه، علاقه زماله في الجامعه واتيفر فالاقي ان في الاخر خالص ان دي حد تاني، الاقي ان هو بعد كده نفتح كاميرا ونتكلم نلاقي ان احنا قلناه قبل كده كلام مفتوح. انا فتحت قلبي بقى واتكلمت على كل حاجه بدون ما تيقن، وصدقت اللي قدامي. خلينا نتفق ونأكد ان ده عالم هلامي، كل شيء يعني قابل لحدوث مفارقات غير متوقعه ومشاكل كبيره جدا بتجيلي في بريد روزا. انا بتفاجئ وبزعل جدا يعني، وده سبب ان احنا حبينا ان احنا نقدم المشاكل دي للمجتمع والباب ده للمجتمع، على اساس الناس تستفيد وتعرف. كل ما اشوف مشكله حصلت عن طريق السوشيال ميديا دلوقتي بقى اهتمام طبعا كبير جدا، وبيمثل اهتمام كبير جدا بالنسبه للمشاهد وبالنسبه للناس كلها يعني. فطبعا المفروض ان انا يبقى في اعمل كنترول على نفسي وعلى علاقاتي، واحدد
اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه وكده. واظن حتى لو يعني تيقنت ان انا او ان هي بتتكلم، هي تيقنت ان هي بتتكلم مع واحده صاحبتها ومتاكده، لان هي فعلا ده حصل، ان هي اتكلمت مع صحباتها التانيين والدنيا تمام بالظبط كده. انا بقى عايز اقول ايه، حتى لو ده حصل تمام، حتى لو هي على يبقى يقين، في حدود للكلام. ايه اللي ايه المقياس، ايه المعايير؟ لازم يكون في معايير. وده يرجعنا تاني للسؤال الاهم، علاقه الستات ببعضها. ايوه هو ده. وده يرجعني تاني اقول لحضرتك الكلمه اللي انا قلتها لك، ان العاطفه عند الست ما ينفعش ان هي تؤثرها، او ما ينفعش ان هي يعني تبقى في مقصوره في يعني في سجن. لازم تكون بره دايره العالم كده اللي احنا بنتكلم فيه ده، الفضاء اللي هو يعني لابد ان العقل يشتغل برضه شويه. يعني ما ينفعش ان الست تبقى العاطفه بتاعتها خلاص بقى، يعني لقيت حد حبيبي على الفيسبوك او واحده بقالي كتير ما اعرفش ما شفتهاش، او من ايام الدراسه او كده، وبعد كده قابل طلب صداقتها واتكلم معاها حتى لو انا اعرفها، حتى لو احنا مع بعض. بالظبط، في حدود لابد ان احنا نحافظ عليها. ده مهم جدا جدا. نتكلم في ايه وما نتكلمش في ايه. نبقى عارفين ومتاكدين ان فيسبوك غير فيسبوك. العلاقه بين اي ست وست او اي راجل وراجل، او العلاقات الاجتماعيه عموما لها حدود معينه. العلاقه بين الراجل والست في الغرف المغلقه بتختلف، غير قدام الاولاد نفسهم، غير بره، بتختلف غير مع الاهل المقربين زي الاخ او الاخت، بتختلف غير اي بيئه تانية بقى. يعني هنا كل ما بنبعد في الحميميه اللي هي يعني الاسريه او في نطاق التعاملات بتاعتنا، يبقى في رسميه يعني اكتر، يبقى في رسميه اكتر وتبقى في حدود. فهنا العقل بيحكم الموضوع ده. لازم يكون في عقل ويكون في تفكير، ما يكونش الموضوع كده يعني مفتوح كده. وبعدين في حته تانية برضو، يعني تنقلنا لنقطه تانية بعديها، اللي نصحها بناتها، قالوا لها ادخلي الفيسبوك واعملي تمام، وهي ثقة فيهم مشيت الدنيا. رغم ان هي كانت بعيدة عن موضوع الفيسبوك وما كانتش تعرف العالم بتاع السوشيال ميديا عموما. بالظبط، لان هو استوى. انت لما تيجي تسالني هو ضاف لها ايه، وانا هستأذن حضرتك في نقطة برضو مهمة. الناس اللي هي بتحب تخش تجرب، يعني هي تعتبر الست ما كانش لها اي علاقه خالص بالسوشيال ميديا، يعني ما كانش لها علاقه خالص ولا تعرف السوشيال ميديا. هي ست بسيطه خالص. التكنولوجيا بقى الجديده اللي من ضمن المظاهر بتاعتها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده كله، هي كانت بعيده تماما عن الموضوع ده. فبرضه هنا يعني لفت نظري حته الناس اللي بتدخل لاول مره، تدخل تجرب. بنتها قالت لها يا ماما انت قاعده فاضيه عندك وقت فراغ فاعملي فيسبوك، فاصبح هي عايزه تجرب. الشريحه دي من المجتمع اللي هم بيجربوا لاول مره بيعملوا كوارث. لابد يكون في اطار، يعني لابد يكون في فكره ويكون عندها يعني تكير، يعني بقى تاخد بالها ان هي هتدخل على حاجه جديده. طب الحاجه الجديده دي لا، ده انا لما بجرب اي حاجه ببقى عارف ان الحاجه دي فيها مشكله، ممكن يكون فيها مشكله، ممكن يكون لها مميزات ولها عيوب. فلازم الواحد يفكر، مش يدخل يجرب ويشوف الحاجه وبعد كده يتفاجئ بالسلبيات او يتفاجئ بالمصايب اللي بتحصل. وده اللي حصل مع طبعا بطلة القصه دي اللي احنا بنتكلم فيها. طب انت كنت في القصه، انا يعني قريت القصه طبعا او الرد، فانت كنت نصحتها وقلت لها طب هي تتصرف ازاي؟ يعني هي خلاص الموضوع انتهى، هي في مشكله حقيقيه دلوقتي. تمام، هي دلوقتي في ورطه. تعمل ايه مع الراجل اللي هو بيبتزها ده، علشان برضو لو يعني مش عايزه تطور الموضوع؟ هو عموما علم النفس عموما، يعني احنا لان انا دايما في جميع ردودي بحب دايما يكون في صبغه علميه شويه. دايما اي حد يتم ابتزازه بنصحه انه لازم يبان قوي قدام المبتز، ما ينفعش ان هو يبان ضعيف. تمام. لا، ده يعني اولا هو طالب منها اقامه علاقه حميميه. تمام. يعني هو واصل لقمه درجه الانحطاط. تمام. حتى الفكر نفسه في الوصول للضحيه يعني فكر خبيث جدا من صاحبتها كمان. فطبعا لابد ان يكون المبتز ده عنده يعني قدر من الثقه في نفسه، لان هي في الاساس انسانه كويسه ومحترمه وكانت نيتها سليمه تماما. هي دخلت يعني بحسن نيه مبالغ فيها ومفرطه، وده طبعا وصلها للابتزاز دوت اللي بالنوع المنحط ده.
هي لابد ان اي ممتاز انا بنصحه من خلال طبعا يبان ان هو قوي، ان هو يبان ان هو قوي. يعني تعمل انا إيه؟ لا ترفض هي تماما، رفض، تقول له هي فعليا رفض، تقول له انا يعني اللي انت عايز تعمله اعمله، انا مش هينفع خالص ان انا اقول لك. طب هي لو فعلا راحت، هو فعلا نفذ الكلام وراح فعلا لجوزها، بص حضرتك حياتها كده باظت. هي تعمل في ايه؟ يعني الحالة انت دي كنت قايل في الرد ان هي تروح لاخوها او لباباها وتتكلم معاهم وتحكي لهم الموضوع، فايه يعني؟ طب ما هو ممكن برضه ما توصلش لحاجه. لا هتوصل لحاجه. اولا حته ان هي يكون عندها يعني الرد بتاعها نفسه في نوع من الذكاء على المبتز، هيبدا يفكر. كون ان هي تقول له وتهدده ان هي هتكلم اخوها او والدها او حاجه زي كده وهتطلعوا على المشكله اللي حصلت دي ما فيش فيها اي مشكله خالص. انا رحت اتكلمت، هتقول له هنتخيل ان هي بتكلم والدها، هتقول له انا غلطت غلطه في حق نفسي غير مقصوده خالص على الاطلاق، واحده زميلتي حصل كذا 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 كذا. تقبل الوالد لاي مرحله ما قبل الخطا الكبير يغتفر. تمام. ان الوالد يغتفر. تمام. ممكن طبعا من الزوج الموضوع يوصل لمستوى طبعا ان هي طلعت افشت الاسرار بره، ده غالبا هيبقى في طلاق. يعني ما هي برضه ما هو هنا بقى يا استاذ احمد الفكره في الذكاء، ان هي تعرف تبين للمبتز ان هي عندها يعني نقاط قوه. نقاط القوه اللي هتسندها والدها او اخوها او اي حد من اهلها. هي هتقول له ان انا اوصل للمرحله الاخيره، وان انت كنت باعت لي وتحاول ووصلت لادق التفاصيل اللي من خلالها قدرت تخترق يعني ياخد مني اهم اكيد حد حقود او واحده حقوده او واحده منها لله، يعني هي اللي وصلتك لايه لحاجه زي كده، او ادتك كل التفاصيل الخاصه بطبيعتي او بحياتي او الكلام ده كله. بناء عليه طبعا انا مش هوصل للمرحله الاخيره، وعمري ما هديك اللي انت عايزه في حاجه زي كده تغضب ربنا، لان مش شخصيتي وانت عارف كده كويس. وانا طبعا مش هسيبك، يعني زي ما انت كده يعني بتحاول انك انت يعني تدمرني. مباحث انا مش الانترنت على فكره، مباحث الانترنت جدا بالظبط. دي حقيقه استاذ احمد، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا كنت هكلم حضرتك فيها. نازل فيها قانون مخصوص للابتزاز الالكتروني ده. دي حقيقه يعني فلازم تبين للمبتز ان هي عندها من الامكانيات او القدرات اللي هي يعني هتقاوم بشتى الطرق. فهي لما تقول له ان اخويا يعني هيتدخل في حاجه زي كده، او والدي او اي حد من قرايبها، هيبدا ان هو طيب هتقول له ده في مباحث الانترنت، ما تنساش ان في مباحث الانترنت. هيبدا هنا بقى هيبدا يفقد ثقته في نفسه، وهيبدا يقلق منها. هيقول لك ده هي عندها نقاط قوه وعندها قدره على التفكير، لان هو فاكر ان زميلتها الحقوده الانسانه اللي مش كويسه اللي هي امدته بالمعلومات ديت وابتزها من خلالها، هو قادر. هو هنا بقى فهم ان هيبدا يفهم بقى ان لا، دي تقدر ان هي تتكلم وتقدر تروح تشتكيه في مباحث الانترنت، وتقول لاخوها، الموضوع هيكبر. فهيبدا ان هو يخاف ويجرب حد تاني غيرها. وبعدين في حته ثانيه، اتفضل. دلوقتي هنفترض يعني احنا لازم نكونوا مؤمنين بقدر الله. تمام. بمعنى يعني احنا ما حدش بيبقى ضامن ايه اللي هيحصل. حقيقي. هي بتاخد بالاسباب، هي ست شريفه وكويسه. تمام. وكانت نيتها حسنه لما دخلت الفيس او عملت تمام. وهي اخطأت الخطأ البسيط. هو خطأ هو كان في ظاهره بسيط، ولكنه نتائجه ممكن تكون كارثيه. بس هي برضو يعني اخد من كلامك ان هي في كل الاحوال ترجع لوالدها او لاخوها وتسيبها لله، ما تقولش لجوزها دلوقتي. اذا الموضوع انتهى خالص، لان اذا الموضوع انتهى وخلاص على كده يبقى اتحلت المشكله. طب نفترض ان التاني طلع بقى راجل شرس، اللي هو الطرف الثاني، الراجل ده يعني، وفعلا بلغ جوزها واتكلم معاها. هنا بقى ووصل الموضوع اللي اقترب على اللي هو للطلاق. الانفصال. ايه يعني هيكون هي هتعمل ايه؟ بص حضرتك، سلم امرها لله بقى. هنا امرها لله وكل حاجه، وسبحان الله برضو يعني ربنا دايما يعني بيرزق البني ادم او بيرزق الانسان يعني بالخير دايما. بالخير. وموضوع مثلا يعني حتى لو وصلنا للمرحله دي، يعني لو هي وصلت لمرحله ان هيكمل
هيكمل في تهديده، هيبعت الكلام الاسرار اللي هي افشتها عن علاقتها بزوجها او الكلام ده كله، وصل الموضوع لزوجها. اولا هو الشخص ده ما اعتقدش ان هو بالغباء ان هو يوصل مش للمرحلة هيوصل، دي. هو مش هيوصل لكده. وحتى هو لو وصل زي ما حضرتك بتقول، حتى لو هو وصل لحاجه زي كده، فان ربنا سبحانه وتعالى طبعا من رحمته، هي لو راحت طبعا قالت لاخوها او والدها هيبقى في صفها يا أكيد. ابني، هيقول طبعا جوزها، هيتفهم. هيقول لزوجها يعني يا ابني دي لو انسانه مش كويسه مش كانت هتعرف- عالجت مش هنعرف. الخطا، كانت عالجت الخطا بخطا اكبر. ما كناش هنعرف. ما كناش هنعرف، كان ما زمانك كانتش هتيجي تعمل تقول لي. حاجة. فهي جت تقول لي وحكت لي اللي حصل عشان خاطر اقدر ان انا يعني اسيطر على الموضوع. اسيطر على حاجه زي كده. بس ده عشان انسان مريض وهو بطبيعته عايز يدمرك ويدمر الاسره كلها، فوصل لمرحله ان هو عرفك اللي حصل وكده. تمام. فانت في ايدك انك انت تغفر لزوجتك خطا ممكن يغتفر، او انك انت تنفصل. وحتى هي لو لا قدر الله يا استاذ احمد حصل الانفصال، فهي هتبقى يعني حست ان هي برضو ما وصلتش للي هو هيبقى قضاء ربنا هي سبحانه هتبقى وتعالى، من ولكن ده مش جواها. هيحصل يعني. هي مش هيحصل ان شاء الله، بس هي هتبقى من جواها. هي كده هدفها الاول وهو ربنا سبحانه وتعالى. انا كان يهمني في المشكله دي يا استاذ احمد ان انا اوصل يعني من خلال الرد بتاعي حاجه مهمه جدا جدا. اي حد بيتم ابتزازه لابد ان هو يكون قوي. دي مفيش نقطة حد قوية يتم جدا. ابتزازه ماديا ويدفع. في شرطه، في امن، والامن بتاعنا قوي، يقدر ان هو يقف ويقدر ان هو يجابه مثل تلك الخروقات الامنيه، ويقدر ان هو يجيب لكل واحد حق. مباحث الانترنت، الابتزاز اللي هو الالكتروني موجوده، مباحث الانترنت وشغاله على يعني على اكمل وجه، والارقام بتاعتهم موجوده دلوقتي. فالتواصل الحمد لله يعني لا، فنقدر نقول ان كل واحد لازم يبقى قوي، وكل واحد لازم يكون عنده ثقه ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك قلت كده هيكون دايما نصير ليه، طالما ان هو ما عليكش الخطا بخطا. ده اللي انا عايز اقول، دي اهم نقطه من خلال المشكله بتاعتنا يعني. يبقى احنا برضو كده وصلنا لنهاية الحلقة. يعني ابرز نقطتين او ثلاثة في الموضوع ده كله كخلاصة، قولهم كده كنصايح. الخلاصه ان شاء الله نصيحة الابتزاز دي تمام. انا شايف ان هي نصيحة بمنتهى الروعة ومنتهى القوة. تمام. فكرة ان الواحد اللي هو مبتز لازم يظهر قدام اللي هو بيبتزه ان هو قوي. بس ايه يعني ايه كلمة معاك يعني انت وهننهي على كده. رقم واحد، يعني لابد يكون اي استخدام لاي مواقع من مواقع السوشيال ميديا لابد ان هو يكون حذر. يعني لابد يكون استخدام حذر. لازم اكون عارف ان ده عالم هلامي، فلابد ان انا يكون عندي حذر شديد عند استخدام المواقع التواصل الاجتماعي، او فتح يعني روابط معينه الكترونيه او الكلام ده كله. تاني حاجه عايز اتكلم فيها ضبط المشاعر. يعني انسان سواء راجل او ست يعني لازم يكون عنده ضبط المشاعر. يعني ما ينفعش ان كل المشاعر بتاعتي تبقى كده يعني مفتوحه، اتكلم مع اي حد في اي حاجه. فضبط المشاعر ده مهم جدا جدا يعني. ثالث حاجه زي ما حضرتك قلت، اي مبتز لابد ان هو يكون يعني يظهر انياب ليه. يظهر بالظبط، يظهر انياب ليه، ويبين ان هو قادر ان هو يقاوم وقادر ان هو يجيب حقه. تمام. خلاص احنا كده، انا بشكرك جدا يا استاذ احمد على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله نشوفك على خير. شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك يا استاذ احمد، وكانت حلقه ممتعه جدا يعني. شكرا جزيلا. الله يخليك. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. هي لما هتلاقيني في حته في الاخر انا بشكرك بلعت فشكرتك تاني عشان خاطر تاخد التانية، ولا يفرق معانا يا باشا. ظبط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خدنا قد ايه وقت؟